مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله، ودائما ندعو لأشقائنا في فلسطين بالنصر العزيز على الصهاينة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب. القضيات اليوم يوم الاثنين 19/11/1445. اللهم انا نسألك خيرها وخير ما فيه. بالنسبة لليوم سبحان الله، المكسيك هناك فيضانات تغمر طرقات وأحياء منطقة بويبلا. كنا شاهدنا في هذه المنطقة عواصف بلدية. أما بالنسبة للصين في منطقة هونان في 26 ماي ضربتها أقوى عاصفة ممطرة هذا العام، حيث سقط 210 ملم من الأمطار في 12 ساعة، وأغرقت شوارعها الفيضانات. أيضا تسبب المطر المصحوب بالرياح اليوم في ساوانجان في تشتت الخيام والمقاعد للتجار أمام سوق شعبي، وذلك بإندونيسيا 27 ماي. بالنسبة للهند، جلب إرسال رمال أمطار غزيرة وعواصف، مما تسبب في دمار واسع النطاق، حيث ارتقت حصيلة الوفيات إلى 10 في ولاية البنغال الغربية، وتم إجلاء أكثر من 100,000 شخص. سبحان الله. أما الصين، تعرضت منطقة تشانغشو بمقاطعة جيانغسو لعاصفة رعدية عنيفة. أندونيسيا أيضا تعرف فيضان كبير. الصين تعرضت مدينة خوفي بمقاطعة أنهوي لأمطار غزيرة اليوم، حيث تساقطت أمطار بلغ منسوبها 190 ملم خلال 3 ساعات، غمرت مياه الأمطار محطة مترو الأنفاق. أيضا اليوم زلزال قوي بقوة 5 يهز مولي بمقاطعة سيتشوان الصين.
好，走个视频，走个视频，走个视频啊！光走个视频。 دائما في الصين هبوب رياح قوية تولد عاصفة رملية في منطقة شينجيانغ. سبحان الله. أخبرت حكومة باباو غينيا الجديدة الأمم المتحدة أن أكثر من 2000 شخص قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض بعد الانهيار الأرضي المميت. بالنسبة للمكسيك أصيب ما لا يقل عن 39 شخصا في الحادث الذي وقع خلال تجمع حاشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Con calma, de favor, con calma, amigas y amigos, trabajemos en equipo, hagamos equipo, con calma, nuestros compañeros ya están tomando